حبه وقربه الى الله. عجيب. الاختبار ده سيبدا الان الله يعين. عجيب. بس من ناحيه الاختبار في واحد بروفيسور احب يختبر الطلبه ولا شديد مره شديد، ولا في علم الطيور والحيوانات يسمونه علم ايش؟ طبيعه. علم الطبيعه ابو عمر ايش يسمونه؟ لا ايوه ما شاء الله احياء. واختبرهم قال شوف اخر السنه علم الاحياء اي في الجامعه ترى اخر السنه ماني مختبركم الا في الطيور، كل شيء يخص الطيور احرصوا عليه. واحد ما شاء الله ممتاز ومرتبه الشرف ماخذ المرحله الاولى الثانيه والثالثه وحب يتخرج مرتبه الشرف وصار يجمع كتب ايش؟ الطيور. ان جاء لمصر راح معرض الكتاب ياخذ كتب ايش؟ الطيور. ان راح الامارات وراح لدبي معرض الكتاب ياخذ طيور ايش؟ كلش. ما صار اخر السنه ما شاء الله كل مكتبته على الطيور. بدا الاختبار. يوم جاء الاختبار ولا الدكتور راسم يا ابو عبد الكريم ولا من الاخوان قولوا له انت لا ما عليكم زود ما عليكم زود ولا راسم رجول الطيور بس رجول بس رجول، وقدم الاوراق وقال ضع كل اسم للطائر لهذه الارجل. طبعا ممتاز ذا الولد ما يتوقع هذا السؤال. هذا سؤال يعتبر ساذج صح ولا مو صح؟ يعني ايه يعني فزعل ذا الطالب وقام للاستاذ قال يا استاذ الحقيقه انت حطيت سؤال ما يتوقع وانا تعبان طول السنه وكتب ولا ب10,000 وانا قاعد اجمعها. قال ما عندي لهذه الاسئله نجاوب ولا ما في؟ قال يا استاذ صعب. قال اقول لك ما في يا استاذ حاول غير ناسك. قال جاوب ولا امشي ما في. قال ترى ماني مجاوب. كانت جوابات ورقه. قالوا احنا كان معنا سقوط. قال هات الورقه. قام اخذ ورقه الطالب اعطاه ورقه ومشي ما لقى ايش؟ ما لقى اسم الطالب. فقال تعال يا ولد حط اسمك. قال تعرف اسمي؟ قال شوف رجولي. واحده القلوب صافيه. واحده ايش؟ قال شوف رجولي تعرف اسمي. صح ما مذكرين؟ فانا اقول اختبار الحمد لله